أنا بالنسبة لي الحمد لله راضي على نفسي هذه السنة، بالرغم من أنه آآ تقريبًا سجّلت هذه السنة من بداية السنة إلى يومنا هذا قرابة ال30 هدف. يعني هو ليس برقم سهل هنا. وأنت يا مم. سيد خالد، أنت تعرف قوة الدوري السعودي، وأنت تعرف قوة البطولات السعودية والآسيوية. ف يعني عطائي مستمر، كل سنة عطائي دائمًا، وبالعكس أنا عندي تحدي إنه سنة تكون أفضل من سنة. يعني السنة الماضية سجّلت 25 هدف، هذه السنة أكثر منها، ولسه الدوري ما انتهى، ولسه البطولات ما انتهت. ربما أنهي الموسم ب35 إلى 40 هدف. فأنا ولو جاهز افترضنا ان رونالدو لا يلعب في الدوري السعودي ومتروفيتش لا يلعب، انت الهداف لانك انت في المركز الثالث، وانت أنا ظللت في المركز الذي تعودت عليه. انت تكون دائما في المركز الاول لولا مجيء هؤلاء الاجانب، وبالاخص كريستيانو. لا، حينما نقول كريستيانو، كما قال انشيلوتي في احدى المداخلات، كان يقول: حينما يكون لديك لاعب من قيمه كريستيانو رونالدو، فانت تبدا المباراه قبل ان تبدا في الصافره متقدم بهدف مقابل لا شيء، لان لديك هداف ممكن ان يسجل في كل لحظه من لحظات المباراه. كيف انت الان تتعامل مع هؤلاء النجوم وانت تعرف ان الرهان عليك والضغوط عليك ضغوط محليه نادي الاتحاد، وضغوط دوليه لانك تريد ان تعطي الصوره التي تعود الناس ان يروها فيك، هداف يطالبون بان يكون متواجدا في المنتخب المغربي. إحنا السيد خالد دائمًا عندنا إشكال كبير في عقليتنا المغربية بالنسبة للمنتخب. دائمًا المنتخب إذا تريد أن تلعب فيه لازم تكون تمارس في الدوريات الأوروبية، وهذا خطأ تحملنا عقوبته تحملنا عاقباته لسنوات كثيرة. أنا من تقريبًا من 10 إلى 15 سنة، وهذا هو الاستراتيجية اللي رايح بها المنتخب، وما نجحنا، وما قدرنا إنه نغيّر هذه الاستراتيجية. على خير مثال أنه المنتخب الكوت ديفوار اللي أخذ كأس إفريقيا 3 إلى 4 لعيبة منه يلعبون في الدوري السعودي، وهم اللي كانوا متميزين، يعني كيسي وفوفانا والظهير اليسار اللي يلعب في الفيحاء يعني لماذا هذه المنتخبات كلها تأخذ ما تحتاجه كيفما كان اللاعب وأينما كان يلعب، وإحنا المغرب دائما لازم يجينا هذا اللاعب. أنا لست ضدهم أبدا، بالعكس إخواني، أنا أتكلم على منهجنا وعلى تفكيرنا المغربي من ناحية المنتخب. أنا ولكن الان الوضع تغير عبد الرزاق الان بوجود رومان سايس، محمدي، ديامير، انت لاعبين اخرين، المدرب سيكون مضطر لكي ينادي على هؤلاء. ناخذ مثلا باكو عفوا، مدرب لوبيس، مارتينيز، قابلته انا في الرياض، اثناء موسم الرياض، بعد مباراه انتر ميامي والنصر السعودي، وقال لي بانه ما ينتظر من كريستيانو ومن اللاعب الذي يلعب في نادي الهلال، نونيش اعتقد، اشياء كثيره. ناخذ بروزوفيتش يستدعى باستمرار المنتخب الكرواتي، ناخذ لابورت يستدعى للمنتخب الاسباني. هذا في اسبانيا لا يعتبرون ان مستوى الدوري السعودي مستوى متدني. الكل في اوروبا، وحتى وليد قالها في احدى المؤتمرات الصحفيه، قال: اليوم الدوري السعودي افضل من المنتخب الهولندي والبلجيكي. كيف يمكن اليوم ان نفسر هذه المفارقه العجيبه؟ ننوه بالدوري السعودي، لاعبين كانوا كوادر في المنتخب موجودين في الدوري السعودي، كيف يمكن ان نتعامل مع هذا المبدا؟ لا نريدهم، وفي نهايه المطاف مضطرين لاخذهم. وللأسف يعني هذا سؤالك ليست له إجابة، أكثر من أنه الناس المسؤولين عن المنتخب هم اللي لازم يردوا أو يجاوبوا على هذا السؤال. لأنه كما قلت أنت، لما تشوف في نادي النصر 5 إلى 6 لعيبة يلعبون في منتخبهم، ومثلا كريستيانو ساديو رونالدو، ماني. أوتافيو، نيفيز يلعبون في منتخب
سافيتش، ميتروفيتش يلعب منتخب صربيا، لابورت منتخب اسبانيا، كوليبالي منتخب السنغال. يعني انت ساديو تشوف ماني، ساديو ماني، رياض محرز، كيسيه، كوليبالي. ك- فكل اللعيبه ما عندهم هذا الاشكال انه يلعب في الدوري السعودي او الدوري الخليجي، لا. اذا كان عطائك متميز، مرحبا بك في المنتخب. اذا كان عطائك غير ذلك، فلا، ما راح ننادي عليك. وهذا اللي انا اتمنى انه يكون في المنتخب في السنوات المقبله، بعبد الرزاق او بغير عبد لمدى الرزاق. السنوات المقبلة، شهر 6 سيكون هناك مباراتان في تصفية كأس العالم، زامبيا والكونغو. تتوقع أن يكون اسم عبد الرزاق حمد الله موجود في اللائحة؟ هل أنت آه، مستعد ذهنيا بدنيا أداء لكي تدخل هذه المغامرة، تساعد كما تقول كلمة، كما يقول وليد، يجي يعاوننا؟ لا، انا شوف، انا اللحظه او الظرفيه الوحيده اللي كنت غير مستعد بدنيا وذهنيا هي الفتره اللي خرجت منها من المعسكر في 2019. غير ذلك فانا دائما جاهز، فانا دائما كما قلت لك اريد مساعده منتخبي وافراح الجماهير المغربيه. فانا بطبيعه الحال اذا تنادى علي انا جاهز، فالحمد لله. يعني كما قلت لك مع نهايه الموسم سأكون بإذن الله مسجل ما بين 35 إلى 40 هدف. فأنا لا إن شاء يعقل الله. أنه لاعب يسجل هذا الكم من الأهداف لا يكون في المنتخب. ومع ذلك أنا محترم جدا 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 قرارات المدرب، لأنه كما قلت في الأول أنه قرارات المدرب يشوفها هو أنه ربما هي تكون في مصلحة المنتخب. فأنا دائما مع القرار كيفما اتخذه السيد وليد، وأنا جاهز إذا تنادى علي، وأنا سأكون مشجعا إذا لم ينادى علي. هذه طبعا ليست هذه طبعا أشياء تحسب ليست لك. نعم، هذه ليست أجوبة يعني دبلوماسية، إنما هذا واقع وهذا تفكيري أنا.